السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنبدأ الأول حلقتنا النهاردة بالآية اللي متعودين كل يوم بنتكلم، بنقول آية جديدة من كتاب الله. الآية في سورة النجم، ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعنده علم الغيب فهو يرى. احنا لسه برضو ماشيين في قصة السعي، الآيات اللي هي موجودة ورا بعض كده، حتى لو احنا مش بنقولهم بالترتيب، بس أنا كلهم بناخد آية من قصص السعي اللي هي موجودة، قصة السعي في القرآن، سواء سعي على أمور الدنيا أو الآخرة. فعايز اقول لك هنا ربنا بيقول يعني هو اللي وقف ده، او اللي ادى شويه وانقطع، او اللي ادى شويه وما كملش، ده عنده علم الغيب، شاف ايه اللي هيحصل فهو حس ان خلاص الحكايه مش هتنفع، راح مشي. لازم تمشي وانت عندك يقين ان كل يوم زي اخر يوم، اول يوم زي اليوم اللي في النص، زي اليوم اللي قبل الاخير، زي اخر يوم. ده اللي بيمشي عنده يقين، وده اللي بينجح في اختبار اليقين اللي ربنا بيديهوله. ما هو ربنا ساعات لما بيأخر النتيجه عندك بتكون ما بين السعي اللي انت فيه دلوقتي او شغلك، النقطة اللي انت فيها، عايز اقول معنى صح، لحد ما هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها، بيبقى بينك ما بينها اختبار السعي. اختبار السعي ده بيختبر يقينك، انت فعلا كل يوم ماشي وانت يقينك رأس مالك كل يوم بتاع ربنا، حتى لو انت لا تملك من النتائج اي حاجة، ولا انت عمال تمشي محتاج نتيجة تدعمك كل يوم عشان تقدر تلاقي ايه، تلاقي نفسك توصل. حتى لو الموضوع مش هيكون سهل، بس انت لازم تمشي وراه كويس، وتمشي الخطوة بخطوة، ايه، ثقة في قوانين ربنا انها مش هتتغير، وما دام ربنا قال انتهت القضية. عشان متوش فيديو على حضراتكم، لو واحد عايز يعرف معلومة مهمة النهارده، هو ممكن يا دكتور اعيد الحشو العادي مش العصب تاني؟ اقول لك اه عادي، بيتعاد زيه زي الحشو العصب تمام، مفيش اي مشكلة. يعني انت مثلا كنت حاشي حشوة عادية، وقعت لاي سبب من الاسباب، ما كانتش كويسه، اكلت عليها حاجه ناشفه اتكسرت او كده، اضطريت انك تطلعها، ممكن تعيد الحشو العادي مره تاني، مفيش اي مشكله. ساعات ممكن يكون بيبقى نوع الكومبوزيت، الحشو نفسه المحشي بيكون مش كويس، ليها كذا عوامل، عوامل مرتبطه بالعيان وعوامل مرتبطه بالدكتور. ان شاء الله بقى ايه، نعمل حلقات باذن الله جايه عنهم، بكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين حلقات من الانواع ديت. بس فاعاده الحشو العادي عادي زي اعاده الحشو العصب برضه، ممكن انك انت بتكررها مره تانية. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.